تخيل معي يا صديقي مسحوق سحري يضيء في الظلام بلون أزرق فاتن، لون لم تره عينك من قبل، شيء يشبه سحر أفلام ديزني أو بلورات الكريبتونايت في أفلام سوبرمان. تأخذ هذا المسحوق، تضعه على جسدك لكي تتوهج في الظلام كأنك نجم سينمائي، وتأخذه لتريه لعائلتك وأصدقائك، بل وتترك طفلتك الصغيرة تلعب به وهي تأكل شطيرتها. الجميع منبهر، الجميع سعيد، حتى تبدأ أجسادهم في الذوبان من الداخل. مرحبا بك يا صديقي في حلقة جديدة. عندما نذكر البرازيل في الثمانينيات، ما الذي يخطر ببالك؟ بيلي؟ كرة القدم؟ شواطئ ريو دي جانيرو؟ حسنا، دع كل هذا جانبا. اليوم سآخذك إلى مدينة برازيلية هادئة تدعى كويانيا في سبتمبر من عام 1987، لنشهد معا واحدة من أسوأ الكوارث النووية في تاريخ البشرية. كارثة لم تحدث بسبب انفجار مفاعل ضخم، بل بسبب الجهل وقليل من الخردة. حضر قهوتك يا عزيزي وركز معي. تبدأ قصتنا في مستشفى مهجور لعلاج السرطان بالإشعاع. المستشفى انتقل إلى مبنى جديد، وتركوا خلفهم جهازا قديما للعلاج الإشعاعي. هكذا ببساطة، كأنهم تركوا كرسيا مكسورا أو ثلاجة تالفة. هنا يدخل بطلان من أبطال قصتنا المأساوية، روبرتو وفانير، شابان يبحثان عن المعادن والخردة لبيعها وكسب بضعة دولارات. يتسللان إلى المستشفى المهجور، وتلمع أعينهما عندما يجدان ذلك الجهاز الطبي الضخم. يا إلهي، إنه ثقيل، لابد أن به رصاصا وفولاذا يمكن بيعه بثمن جيد. بالفعل، ينجح الشابان في تفكيك الجزء الرئيسي من الجهاز وأخذه إلى المنزل. يبدأان بالطرق عليه بمطارق ومفكات لفتحه، وبعد أيام من المحاولات ينجحان في ثقب الكبسولة الداخلية. وهنا يلاحظان شيئا غريبا: مسحوق أزرق يتوهج في الظلام. ما هذا؟ هل هو كنز فضائي؟ هل هي مادة سحرية؟ لا يا صديقي، هذا هو السيزيوم 137، نظير مشع وقاتل جدا. يقرر الشابان بيع هذه الخردة العجيبة لصاحب ساحة خردة يدعى ديفر. ديفر ينظر إلى القطعة، وفي الليل يرى التوهج الأزرق الساحر. يقع ديفر في غرام هذا الضوء، يعتقد أنه وجد شيئا خارقا للطبيعة. أخو ديفر أخذ قليلا من المسحوق وذهب به إلى منزله. هناك كانت ابنته الصغيرة ليدي ذات 6 سنوات تلعب. أعطاها والدها المسحوق لتلعب به، فطلت به جسدها الصغير لتتوهج في الظلام مثل الجنيات. ثم وبنفس الأيدي الملوثة أمسكت شطيرتها وأكلتها، لتدخل الموت مباشرة إلى معدتها. دعنا نوقف القصة هنا قليلا يا صديقي، ونرتدي معطف المختبر. ما الذي يفعله السيزيوم 137 عندما يدخل جسمك؟ الإشعاع باختصار هو طاقة تنطلق من ذرات غير مستقرة. المشكلة أن هذه الطاقة قوية جدا لدرجة أنها عندما تصطدم بخلايا جسمك فإنها تتصرف مثل كرات البولين التي تضرب الحمض النووي الخاص بك وتكسره. أنت حرفيا تبدأ في التحلل، وأنت على قيد الحياة. نعود إلى كويانيا. بعد أيام قليلة تحولت المدينة إلى مستشفى مفتوح. العشرات يتقيؤون، يصابون بالإسهال، وتظهر حروق بشعة على أجسادهم. المستشفيات حائرة: هل هو وباء؟ هل هو مرض استوائي جديد؟ هنا تظهر بطلة القصة الحقيقية، ماريا، زوجة صاحب ساحة الخردة. ماريا لاحظت أن كل من مرض كان قد اقترب من ذلك المسحوق. بذكاء وشجاعة وضعت الكبسولة في كيس بلاستيكي واستقلت الحافلة. نعم، أخذت قنبلة إشعاعية في حافلة عامة وذهبت بها إلى المستشفى قائلة للطبيب: هذا الشيء هو سبب مرضنا. طبيب شك في الأمر،
استدعى طبيبا فيزيائيا جاء يحمل جهاز قياس الإشعاع. بمجرد أن اقترب من المستشفى، الجهاز بدأ يرن بجنون. المؤشر خرج عن المقياس. الإشعاع كان هائلا لدرجة أن الطبيب ظن أن جهازه معطل، لكنه أدرك الكارثة. إنهم يواجهون حادثا نوويا مفتوحا في وسط مدينة مزدحمة. بدأت حالة طوارئ وطنية في البرازيل. تم هدم المنازل الملوثة وكشط الأرض ووضع كل ذلك في براميل مبطنة بالرصاص لتدفن إلى الأبد. وماذا عن أبطال قصتنا؟ الزوجة الشجاعة ماريا توفيت بعد شهر، أما الطفلة البريئة ليدي فقد توفيت أيضا. وبسبب الإشعاع الشديد الذي كان ينبعث من جسدها الصغير، تم دفنها في تابوت من الرصاص والفيبرغلاس يزن أكثر من نصف طن. حادثة كويانية لم تكن مجرد خطأ بشري بسيط، هي صرخة تحذير تخبرنا أن التكنولوجيا التي تنقذ الأرواح يمكنها أن تحصد الأرواح بوحشية إذا تم التعامل معها باستهتار. الجهل يا صديقي أحيانا يكون أشد فتكا من القنابل الذرية. إذا أعجبتك هذه القصة، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الحلقة مع أصدقائك. أراك في الحلقة القادمة.